السلام عليكم، معكم احمد مراد. احنا النهارده يا جماعه معانا مجفف هواء من الرطوبه. بعد الصيانه تعال نبص الاول، ناخد جوله كده على حوالين المجفف كده ونشوف شكله ايه. طبعا المجفف ده بعد الصيانه معانا ما كانش فيه كل الاوبشن ديت. فكره المجفف يا جماعه ببساطه جدا ان هو فيه دايره تبريد زي ما انتم شايفين كده. دايرة التبريد ديت هي بيتعرض الهواء مع الضغط وصدمة تبريد، يحصل عملية تجفيف الهواء من الرطوبة وينزل المية منه من خلال سولنويد مية بيفتح خلال زمن معين. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا عاملين دايرة تحكم كاملة عندي في الدراير او المجفف. زي ما انت شايف كده عندي لمبتين اللي هما الحمر والزرق دول. دي وظيفتها ان اللمبه الحمراء لما تشتغل يبقى كده الصمام فتح، والزرقاء يبقى الصمام مغلق. اللمبه الخضراء وظيفتها ان طول ما الكباس شغال بيكون هي شغاله. والعداد ده عداد الايه التبريد. وعندي مفتاحين، مفتاح باور ومفتاح تاني ممكن افتح السولونايد عندي او صمام الميه عن طريق اليدوي بدل ما هو بيفتح اوتوماتيك. يعني عندي اوبشن، الاوبشن الاولانيه ان هو يشتغل اوتوماتيك وممكن يشتغل مانوال. تعالوا هنبص على حاجه مهمه برضو في الدراير اللي معانا دوت. احنا عندنا هنا حساس بريشر، ده بيحس الضغط بتاع الفريون بحيث ان هو لو الضغط ارتفع معايا زي ما انتم شايفين اهو يبدا يفصل الكباس او الحمل بتاع الهواء نفسه، ولو ارتفع معانا الكباس يفصل معانا. طبعا هو راكب فيه دايره تايمر احنا مركبينه اهو، ده احنا شايفين. وادي الصمام اهو. وادي الكنترول من قريب. تعالى كده بقى ايه نشغل كده المجفف ونشوف كده بعد الصيانة عامل ايه. هنبدأ نفتح المجفف معانا من مفتاح الباور. اول ما بيفتح معانا عندي اللمبة الحمراء نورت، لان الصمام فتح هيفتح معانا لمدة 4 أو 5 ثواني ويبدأ يقفل تاني. اللمبة الزرقاء نورت اهي. طبعا هو دلوقتي بيبدأ في عملية التبريد، اختبار مجفف الهواء. احنا طبعا هنفتح الباور. طبعا هو الصمام بيفتح في اللمبة اهي اون وقفل تاني لمدة، بيفتح لمدة ثواني وبيقفل على مدة 3 دقايق. طبعا الكولينج اهي، بص التبريد شغال واللمبة الخضراء شغالة، ومعانا برضو عداد التبريد اهوت. هنلاحظ نشوف هو هينزل. معانا مفتاح برضو ممكن نفتح بيه السولنايد تاني او صمام المية. بص